السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين الفيديو ده للناس اللي مفعله كانفا برو معايا او لسه مفعله كانفا برو، محتاجين يعرفوا ازاي ينقلوا التصاميم بتاعتهم القديمه من الايميل القديم على الايميل الجديد او التيم الجديد اللي هم دخلوا فيه. مبدئيا كده انت اول ما تفتح كانفا هتلاقي تحت الصفحه الرئيسيه وجنبها على طول في كلمه تصاميمك، دوس على كلمه تصاميمك. بعدين مثلا اختار كل التصاميم اللي انت عاوز تنقلها للتيم الجديد، بس اهم حاجه تاكد ان التيمين او التيم القديم والتيم الجديد الاتنين على نفس الايميل، فاهم؟ علشان يظهروا الاتنين على نفس الايميل. تمام. فاول حاجه تروح دايس على التصاميم اللي انت عاوز تنقلها كده، دوس على دوسه مطوره، بعدين دوس عليهم تحديد كده. مثلا هننقل الاربعه دول. تمام. بعد ما دوست عليهم تحديد هتلاقي شايف علامه الحذف اللي هي تحت جنبها على طول في علامه ملف، دوس على علامه الملف دي كده، هيظهر معاك بالشكل ده كلمة الأخيرة أو الكل. دوس على كلمة الكل دي كده، هتلاقي ظهر لك مشاريعك والتصاميم تمت مشاركتها معاك. تمام. دوس كلمة مشاريعك اللي هي أول واحدة. لو خدت بالك تحت هتلاقي كلمة إنشاء مجلة جديد. تمام. دوس على إنشاء مجلة جديد. هيقول لك اكتب اسم المجلة الجديد، اكتب مثلا تصاميمي، تصاميمي القديمة مثلا. تمام. بعدين دوس النقل لمجلة جديد. هتلاقي التصاميم اللي انت عاوز تنقلها للتيم الجديد ظهرت في الملف ده. تمام. هقول لك ازاي تلاقي الملف ده دلوقتي. بعد ما ضفت التصاميم بتاعتك اللي عاوز تنقلها للتيم الجديد في الملف، هقول لك ازاي تلاقي الملف. لو نزلت تحت خالص، خليك في الصفحه اللي هي تصاميمك برضو، انزل تحت خالص هتلاقي كلمه تصاميمك القديمه. بص، يعني التصاميم اللي انت عملتها اللي ضفتها في الملف هتظهر هنا معاك. تمام. تروح بعد كده دايس على الثلاث نقط اللي هي فوق الملف ده، دوس على الثلاث نقط كده، هتنزل تحت هتلاقي كلمه نسخ الى فريق اخر، دوس على كلمه نسخ الى فريق اخر بالشكل ده. هيظهر معاك التيم بتاعي اللي هو الكنفوية او اي تيم تاني انت عاوز تنقل فيه. تمام. دوس على التيم كده، بعدين دوس نسخ، بعدين هتروح فاتح تيم كنفوية من هنا مثلا او اي تيم عندك جديد، دوس على الشخص بتاعك على الايميل الشخصي، بعدين دوس على السهم، بعدين اختار الكنفوية. بعد ما فتحت التيم الجديد بتاعك تدخل على تصاميمك وتنزل تحت هتلاقي تصاميمي اللي انت نقلتها هتلاقيها موجودة هنا. بص، اللي انت عملت لها نسخ من التيم القديم هتلاقيها ظهرت معاك هنا. اهم حاجه زي ما قلت لك تاكد ان التيم القديم والتيم الجديد يكونوا على نفس الايميل. يعني بصوا، لو دوست على السهم كده هتلاقي التيم القديم موجود عندي والتيم الجديد اللي هو بتاعي موجود عندي. تمام. فبس دي هي الخطوات، بسيطه قوي. وبرده انت لو مش فاهمين قول لي في الكومنتات ارد عليكم. سلام.